بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعد الله للذاكرين الله كثيرا والذاكرات أجرا عظيما. يعلم ما كان وما يكون وكفى به عليما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واذكروه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وثبت عن بشر رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتثبت به. فقال صلى الله عليه وسلم له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، واحذروا أشد الحذر من الغفلة عن ذكره سبحانه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقلة ذكر الله سبحانه من صفات المنافقين. فقد قال جل وعلا عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إخوة الإيمان، أعمروا أوقاتكم وبيوتكم ومجالسكم ومراكبكم بذكره سبحانه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا منه لم يذكروا الله فيه إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة. فلتعلم أخي الكريم أهمية الذكر وفضله. انظر إلى آيات ربك سبحانه وتعالى التي تتحدث عن الذكر وتأمل. قال الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: ولذكر الله أكبر، أي أكبر من غيره من الطاعات. وقال عز وجل في سورة الأحزاب: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كما قال في سورة الأنفال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي سورة النساء قال: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال سبحانه وتعالى في سورة المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اذكروا الله معاشر المسلمين ماشيين وجالسين، واذكروا الله في دكاكينكم ومحلات أعمالكم وفي دوائركم وفي بيوتكم، واكثروا من ذكر الله دائما لينور الله قلوبكم ويصلح أعمالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعد الله للذاكرين الله كثيرا والذاكرات أجرا عظيما. يعلم ما كان وما يكون وكفى به عليما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأكثروا من ذكره.
فإن ذكره سبحانه وتعالى قوت قلوب الذاكرين وهو قرة عيون الموحدين وسلاحهم الذي لا يبلى. فقد دلت الأدلة على أن أفضل ما شغل العبد به نفسه ذكر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا شهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. قال عمر رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ليس يتعشر أهل الجنة على شيء إلا ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله تعالى فيها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العبد ليأتي يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله تعالى. قال مجاهد رحمه الله تعالى: من استطاع ألا يبيت إلا طاهرا ذاكرا مستغفرا فليفعل فإن الأرواح تبعث على ما قبض عليه. قال رجل لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أوصني يا أبا سعيد. قال: عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنها روحك في السماء وذكرك في أهل الأرض. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: من زاد ذكره لله وتلاوته لكتابه زاد إيمانه ومن ترك الذكر نقص إيمانه. قال يحيى بن معاذ: العبد على قدر لهجته بذكر الله يديم ألطاف بره. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة.